السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم ازاي ندي ويتس للاليمنت بتاعنا او نتحكم في العرض بتاعه. زي ما انتم شايفين هنا الاليمنت بتاعي ده H1 واخد كولر ابيض واخد باك جراوند احمر. هو واخد الفول ويتس ده ليه؟ ده لان هو بلوك اليمنت، والكلام ده هنتكلم فيه في المستقبل شويه، لكن انا دلوقتي يهمني ان احنا نعرف ازاي نعمل ويتس للاليمنت وايه الطرق اللي احنا ممكن نعمل بيها ويتس وايه الفروقات ما بينهم. طيب انا اول حاجه هعملها ان انا شايفه واخد عرض الصفحه كلها ومرحرح، فانا عايز امسكه شويه. يعني هقول له مثلا احنا عندنا اكتر من اسلوب. اللي انا عملته هنا ده H1 عادي جدا، وعندي هنا في ال CSS الاليمنت بتاعي اللي هو ال H1. هاجي هقول له هعمل له ويتس مثلا عندنا بالبكسل. هقول له ان انت ويتس خد مثلا 100 بكسل، كنترول اس. زي ما انتم شايفين اتحجم بقى 100 بكسل بس. 500 بكسل زي ما انتم شايفين بياخد عدد بيكسلز معين من الصفحه. كده عرفنا اول طريقه ان احنا نشتغل مع البكسل. الطريقه الثانيه ان انا بديله برسنتج، نسبه مئويه. فهاجي اقول له مثلا انت خد 50% من عرض الصفحه. زي ما انتم شايفين هنا خد 50% من عرض الصفحه. عرض الصفحه، عرض الشاشه اللي انا واقف فيها 100%، هو خد 50% منها. طيب يبقى كده عرفنا البيكسل وعرفنا البرسنتج او النسبه المئويه. هندخل على حاجه اسمها دبليو، اسمها في دبليو بالشكل ده، اللي هي فيو ويدث. خلينا نتكلم كده للحظات عن فكره الفيو بورد. عندنا حاجه اسمها فيو بورد، هي فكرتها ان الشاشه اللي انت فاتحها دي بيكون ليها فيو بورد 100. فانت ممكن تيجي عند اليمنت معين تقول له ان اي شاشه اتفتحت من الموبايل، اتفتحت من تابلت، اتفتحت من لابتوب، اي شاشه من دي انت خد حته معينه، رقم معين من الفيو بورد ده، من الفيو ويتس ده، وان كان 100%. هنا هي فكره الفيو بورد مرتبطه بالفيو ويتس. طيب يعني لما اقول له، يعني هنا خلونا هنا نشرحها مع بعض. هنا لما بيدخل ده 100 ده 100 فيو ويتس، وده 100 فيو ويتس، بس بيتغير على حسب ايه؟ على حسب الشاشه نفسها. فهنا لما بقول له 10 بيبقى الحجم كده مثلا، لكن هنا لما بقول له 10 لا بيبقى الحجم كده. طب هنا ال10 بيبقى الحجم كده. تمام. فالفكره ان هو بياخد فيو ويتس من حجم الشاشه بالرقم اللي انت هتديهوله. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين النسبه المئويه؟ ده اللي هنتكلم فيه، بس خلينا نراجع الاول قبل ما ندخل في الفكره دي. يبقى قلنا ان الويتس بحط له بيكسل، عدد بيكسلز معين، او برسنتج، او فيو ويتس. وخلونا هنا نشرح الفرق ما بين الفيو ويتس، لان زي ما انتم شايفين الفيو ويتس 150. لو حطيت نسبه مئويه اداني نفس المسافه. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ علشان نعرف ايه الفرق ما بينهم انا هروح احط ال H1 ده جوه ديف. هعمل هنا ديف واحطه جواه ال H1 زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هاجي عند الديف نفسه وهقول له في الديف، هقول له الباك جراوند كولر جرين، وهنا هو زي ما انتم شايفين خد 100%. ده كويس، اعتقد كده النقطه دي كويسه. طيب لما اجي هنا في ال H1 هنا في الديف مثلا، علشان نشرح الفرق ما بين النسبه المئويه والفيو ويتس كويس. في الديف انا هقول له انت هتاخد ويتس 50%. شوفوا ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين ال H1 خد 50% من البيرنت بتاعه. هي هنا برضو نقطه ممكن ان احنا نرجع نشرحها، ان انا عندي هنا الاليمنتس دي بيبقى فيه بيرنت وفيه تشايلد. الفكره هنا ايه؟ ان ال H1 علشان جوه الديف، فالديف ده يعتبر البيرنت بتاعه، ابوه، هو بالنسبه له زي الابن، لان هو هنا ال H1 جواه. فاللي حصل هنا ايه؟ ان ال H1 علشان حطيناه جوه الديف فهو خد 50% بس من الديف، فخد 50% من البيرنت بتاعه. طيب لو رحنا قلنا له 50 هنا هنا لل H1 50 فيو ويتس بالشكل ده، خد 50 فيو ويتس من حجم الشاشه. يبقى كده الفرق ما بين الاثنين ان البرسنتج 50% من حجم البيرنت، وان كان البيرنت لو ما فيش بيرنت خالص بيبقى البيرنت بتاعه هو البادي، فبياخد نفس النسبه المئويه زي ما احنا شفنا. يعني قبل ما نحط الديف لما ادينا له 50% هو خد 50% لان البادي هو البيرنت بتاعه. لما شلنا الديف هنا كان البادي هو البيرنت بتاعه، والبادي هو فول ويتس باي ديفولت. يا رب الفكره دي تكون واضحه. لكن لما حطينا الديف وادينا له حجم اقل
وبعد كده جينا قلنا له 50%، فهو خد 50% من حجم الديف. نراجع على الفكره دي ان شاء الله ان هي تكون واضحه، لكن نراجع عليها هنا ببساطه. النسبه المئويه خليته خد 50% من حجم البيرنت بتاعه اللي هو الديف، لكن الفيو ويت بتخليه ياخد 50 من حجم الشاشه كلها، ملوش دعوه بالبيرنت. يا رب الفكره تكون واضحه، وان شاء الله ان هي تكون مفهومه، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.